بوقته. في يوم من الأيام اجى ابن عمه استلم الخفارة وقت عصر، قال ابن عمي روح حتى تجيني من وقت. راح ساعة الزمن اجى رسول السلطان قبل السجن، قال ما عندنا الخبر السلطان ناصر الدين شاه جاي يزور السجن. لأن هذا صاحبنا مدير السجن مشرد ابن عمه، وهذا ناصر الدين يخوف مرعب، ينطق سيفه قبل لسانه مرات. سلطان حاك زين راح يجي يجيب القوائم ويجرد الأعداد والأسماء شلون. طلع هذا صاحبنا اللي السجان بس هو مختنق، شنو اللي يسوي ما يدري، باوع يمنه باوع يسره. اكو واحد قصاب قبال السجن صديقه ياخذ من اللحم، هو راح على القصاب قال ابو فلان السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال انا قصدتك بخدمه. قال قول. قال له اريد من الله ومنك، هذا الموضوع كذا وكذا وكذا، وهذا ابن عمي ما قاتل خطيه بس هو انحكم اعدام، واني من باب الانسانيه ادز مع عائلته، وهسه اجوني يقولوا لي هذا السلطان راح يجي يفتش. انا اريد من الله ومنك تلبس لي بدله الاعدام وتوقف ويا الناس، ومن يطب ناصر الدين هو ما راح يعدم، راح بس يجرد. من يقولون فلان ابن فلان انت قول اني، بس يطلع انت ارجع لمحلك وجزاك الله خير وجميلك على راسي. اشو القصاب اول مره عاند، بعدين شوي شوي يقول الله هداه. قال القصاب حاضر، لبس البدله الحمراء اخونا القصاب واجى شيخ روحه يم المعدومي. طب صاحبنا القصاب لبس البدله الحمراء وقف. اجى ناصر الدين، جرت القاعه اللي بيها الموقوفين، القاعه المحكومين سنتين ثلاث، القاعه اللي بيها مؤبد، الى ان وصل القاعه المعدومين. عاده هذا المحكوم بالاعدام من يطب الحاكم شو يصير بيه؟ يقول لك راح يتنفذ بيه الحكم، يصير وجهه اصفر، يقوم يرجف، يقوم يخاف. هو هم طب ناصر الدين خزرهم ذول المحكومين بالاعدام. شو الجماعه كلهم ماخذهم الرجيف ووجههم اصفر، بس هذا القصاب شو 4 عاليات ووجهه احمر وصدره 200 شبعان معلاك وينفض دم. من اخوك بابا